ما تكلم إلى الآن. متصل جديد أخو ياسر معنا. أم سلطان معي. السلام عليكم أم سلطان، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عادل معاك، تفضلي، أنت على الهواء الآن. لو سمحت يا شيخ، أنا لي أخو مصاب بالعين له 8 شهور، هو في غيبوبة. بس الله يشفيه ويعافيه. وادعوا لي يا شيخ وإن الله يشفيه. نبغى رقم الراقي لو سمحت اللي لا كذا ما تتعلقين بأحد يا أم سلطان، الله يرفع قدرك. نعم. يعني حنا في أريد حلا ما نعلق الناس برقاة الشرعيين لو سمحتي. في رقية معينة الشيخ سيتكلم عنها، ما نبغى نقول عطوا رقم راقي الفلاني أو راقي الفلاني، لكن دعوة. يا شيخ الآن اللي كل ما اتفقنا مع راقي إنه يرجع عليه وزي كذا يطلبون مبالغ هائلة يا شيخ. أم سلطان بسألك سؤال، هل ذهبتم، لا تقولين أسماء، هل طيب. ذهبتم إلى رقاة معروفين؟ مو معروفين طيب يا شيخ. أم سلطان، طيب يعني أم سلطان اللي يجون الآن انقطعت السبب، هذا يؤلمني لما يذهبون يا شيخ دكتور علي إلى راقي اسمه أبو عبد العزيز أبو أحمد، من هو ما نعرف من هو، إذا في متصل بس على عجل، كثرة المحاور عندي وتساؤلات. مع أمل معي. السلام عليكم أمل، تفضلي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلي. أشكرك أستاذ عادل عبد الجبار على البرنامج الأكثر من رائع. جزاك الله خير. وأنا عندي سؤال للشيخ. ما الفرق بين علامات الحسد والعين؟ طيب شكرا جزيلا لك. آخر اتصال معنا في هذه الفترة هند معي. السلام عليكم هند. السلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا حاب أسأل الشيخ علي الياسين الله يبارك فيك عن أسباب الضيقة عند قراءة القرآن وفي الصلاة. لأنها معي باستمرار، يعني أحس طوال الشهر يمكن أحس فيها هذه الضيقة. طيب شكرا جزيلا لك ولكل متصل اتصل بنا وداخل معنا ووضع سؤاله بين يدي الشيخ. أعود لك الشيخ علي، أصل لي موضوع التمام الذي يعني إذا كنت تحب أن تبدأ به. خلنا من التمام. خلاص اتفقنا. طيب ما الذي، لحظة أخوان، ما الذي أبكى الشيخ علي الياسين؟ لماذا دموع الدكتور الآن؟ يعني هل في موقف في اتصال ضيق صدرك أو أثر عليك؟ لا بس اتصال الأخت يعني تحس أنها فيها تعلق وانقطاع إلى المخلوق. يعني لو هذا الانقطاع والدعاء تذلل لله عز وجل، الله كريم جل في علاه، هل دعوناه بهذا الإلحاح؟ تسمع دعاء وتذلل وخضوع لا يطرح إلا المولى عز وجل، كأن هذا المخلوق الضعيف الحقير قد يكون يعاني أكثر مما تعانين، ويعاني أكثر مما يعاني ذلك المريض، فهو محتاج مثلك للمولى عز وجل، لا غنى لنا عنه طرفة عين. أختي هالدمعة اللي طرحتيها الآن اطرحيها الساعة 2 في الليل على السجادة بصدق، كما أنك بكيت الآن ابكي بعدين. وأنت أي المصاب الآن اللي تبكون وتنقطعون إلى خلق ضعفاء، خلق حقراء، لا نملك لأنفسنا ولا لغيرنا نفع ولا ضر، إنه الله جل في علاه الشافي الكافي المعافي. والله ترى الطوابير قبل ما أقول سحرة تجد عند الرقاة تعلق، بل بعضهم والله يسافر يا شيخ من دولة إلى دولة عند راقي ومصيبة يطلع ساحر بعد في النهاية. أنا أقول الله جل في علاه هو الذي يكشف الضر، هو يكشف الضر، هو المعافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على رب المولى جل في علاه، اطلب الشفاء من المولى جل في علاه، وكما قلت هالدعوات والتذلل للواحد القهار وابشري بالشفاء. حقيقة يعني نتكلم عن هذه الأمور وهذه القضايا ليست يعني من وليدة اللحظة، لكن الشيخ تأثر ومن حقه تأثر، هذا دائما نقولها لإخواننا والأخوات. شيخ أنا تسمح لي لماذا تتعلق بالناس؟ شيخي أنا ما يعني أنا مخلوق حقير وضعيف، فيني من الهم وفيني من الذنب ما الله به عليم، فتجد رجل قد يكون أخير، بل هو أخير وأفضل وأعلم منك. في قصص يا شيخ يعرفون، أبغى قصص يقف أمامك يتذلل. شفاها الله عز وجل يا شيخ برقية شرعية، أنا أقول لك وليست بعلي ياسين. أحد الفضلاء من الأخيار ولعله يتابع هذا اللقاء، شكى من حالة زوجته أنها مسحورة، قال قرأ عليها فلان وقرأ عليها فلان، وحالتها عجيبة من شدة السحر يا شيخ، إذا قرأ عليها تخرج من فمها الشعر والسلاسل. أنا صراحة يعني حادثة غريبة، فذهبت بنفسي أنظر،
فلما قرأت عليها يا شيخ فإذا بتلك كرة الشعر والحديد تخرج من فمها. أنا لي منهجية أسير عليها، ويمكن لاحظين كثير من الناس أن يمكن قليل تواصل قليل رقية للناس، لأني لي منهجية أعلق المريض بربه، أخرج الراقي ما بين المريض وبين رب العالمين. فأعطيته برنامج يبغاني أستمر أقرأ عليها، قلت لا أنت تقرأ عليها، هي تقرأ على نفسها. أعطيتهم برنامج تقرأ سورة البقرة يوميا، تقرأ على ماء، تقرأ سورة البقرة على ماء، تقرأ على عسل، تؤخذ بالمقدار المعين والماء يؤخذ، وتستمر على البقرة. يا شيخ قرأ عليها عدة أشهر من الرقاة كثر ما استفادت. قرأت أنا عليها والله حتى ما استفادت، لكن لما هي انقطعت إلى ربها والله بعد أسبوع أو لم أكن وهم أو تزيد أو يوم أو يومين إلا ويتصل بي يقول لي شفيت. من شفاها؟ المولى جل في علاه. والله لا ما انتفعت لا من علي ياسين ولا من فلان ولا أبدا، المولى جل في علاه. إذن ليس لنا إلا الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سبحان جل في. تابعوا معي هذه الصورة التي يعني اختلستها من راقي شرعي معروف. هذا ابن أو طفل مصاب يعني عين وحسد، لما رقته أمه، أنا أقولها أمه، فترة من الزمن برقية معينة أعطاه إياه الشيخ الدكتور عبد الله السدحان. لاحظوا كيف شفي الولد وكيف يبتسم كما تشاهدون. اللقطة التي بعدها على عجل، لاحظوا الابن لا يستطيع يعني المشي، وأصيب ب يعني نفور وبحبوب وببثور عفوا في قدمه، ورقاه من؟ أبوه بعد فضل عز وجل طبعا، ولم يعتقد في أحد. راجع الابن كما كان. اسمح لي أعلق بآيتين بس. إيه تفضل يا شيخ. الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال ثم دعان أو لا، إذا دعان أجيب، ما قال فأجيب أو ثم، أخرج حتى الحرف هذا الذي مما يدل على سرعة الاستجابة.